السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل يا رب وسلم وبارك على حبيبك محمد وآله وصحبه وسلم. ازيكم متابعينا الغاليين؟ يا رب كلكم بصحة وعافية ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. روتين النهاردة بقى في أوضة النوم ان شاء الله انا هنضفها برضو كده ونخلصها ووريكم شكلها ان شاء الله بعد ما تخلص. دي بقى كنبة انا شارياها للبنات عشان يناموا عليها بدل ما هما كانوا بيناموا على الارض والكلام ده. واللي متابع فيديوهاتي هيعرف ان هما كانوا في فرشة بفرشها لهم كده جنب السرير وبيناموا عليها. نظام الكنبه زي ما انتم شايفين هي ما شاء الله خشبها زين جدا وحلوه قوي قوي. هي استعمال طبعا مش جديده بس استعمال نظيف. انا بوريكم هي بتتفتح السرير ازاي. الناس اللي انا شارياهم منها ما شاء الله يعني محافظين عليها حاجه كده نظيفه. الخشب بتاعها الله اكبر تقيل جدا وحلو وحاجه نظيفه يعني تستحمل يعني. فانا بوريكم شكلها لسه طبعا هوريكم بتترص ازاي وبتتحط الخشب بتاعها ازاي. هي ليها تصميم زي المولل كده زي مولل السرير بس على اصغر. بنحط بقى فيها بنرصها كده بقى طبعا عشان تحطي عليها الشلتة اللي هي معمولة عليها يعني. ده شكلها. طبعا انا خدتها بالمولل بتاعتها ما شاء الله الله اكبر عليها يعني حاجه حلوه عجبتني جدا. وفي نفس الوقت مش واخده مساحه لو انت مثلا ست بيت وما عندكيش مكان. تنفعك جدا اللي هي النظام الكنبه اللي بتفرد السرير ده. ممكن تحطيه في صالون ممكن تحطيه في اي مكان في نفس ساعه النوم يتفرد وبعد كده يتشال يبقى كنبه الصالون عادي. ده بقى بصوا السرير بتاعها التاني اهو. بنفتح الدرج دوت كده وممكن نخزن فيه طبعا حاجات تحت المولة العادي. بتحط المولة العادي بتترص قصاد المولة التانية تبقى سرير. تاخد 4 اشخاص مش شخصين بس يعني هي مثلا البنتين عندي هم. ممكن يناموا على كنبة على فكرة وهي مقفولة عادي بس ده تاخد 4 اشخاص. بص مساحتها قد ايه والطول بتاعها قد ايه. جميلة جدا عجبتني قوي قوي وحسيتها كده يعني. مش واخدة مكان وفي نفس الوقت البنات بقى يناموا ويرتاحوا عليها لغاية ما ربنا يكرم ونعمل لهم ان شاء الله اوضة ونقفل لهم اوضة باذن الله في الشقة. يعني ان شاء الله باذن الله. هي جاية معاها بقى شلتتين شلتة رفيعة بتتحط على الظهر كده. والشلتة اللي هتتحط قدامكم دي في الارضية. معمولة بفايبر مضغوط اللي هو الفايبر المضغوط دوت. حاجة كويسة يعني مش اي كلام عجبتني عشان كده يعني مخدومة جامد يعني. بس ده شكلها. انا ممكن ابقى اغير شكل القماش بتاعها عادي. القماش بتاعها بسوسته ممكن نعمله ان شاء الله كسوه برضو حلوه. انا حاساها هي يعني كويسه مش وحشه يعني مش بطاله. ممكن احط عليها ملايه مؤقتا او اي فرشه مؤقتا. يعني نغير بها اللون عادي لغايه ما ان شاء الله ابقى اخد مقاسها واعمل لها باذن الله تعالى فرشه جديده يعني. حلوة قوي ومبروك عليهم يناموا يا رب وينهنوا بيها يا رب. ده شكلها اهوت. قلت اوريها لكم بالمعمل معاكم بقى الروتين بتاع الاوضه وننضف الاوضه ونفرشها. الاوضه واقفه بس ان انا انضفها واغير ملايتها وامسحها معاكم وخلاص. ويبقى انا كده خلصت اوضه النوم بتاعتي كمان معاكم ويبقى فاضليش غير تلميع الصاله بالصالون بس وخلاص. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده واللي متابع فيديوهاتي ان الشقه انا عاملاها قبل كده في دخلة الشتاء مش محتاجه تنظيف جامد. وان شاء الله لو انت جديده معايا في الفيديو ووصلت لغايه هنا ما تنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وتعملي اشتراك في القناه وتشوفي الفيديوهات كلها ان شاء الله تعجبك يا رب. والفيديو بتاع النهارده يعجبك ويحمسكم كده وينشط كل ست بيت كده تقوم تشوف اللي وراها. احنا ستات والله بنتعب جامد في شغل البيت بس كله بنعمله لله طبعا. شغل ما تعمليه لله يعني ما تيجي تنوي تشتغلي قولي لله عشان ربنا تؤجري عليه ان شاء الله عند ربنا. احنا بنعمل عشان برضو بنسعد اولادنا وكده. ودخلت رمضان يلا كل سنه وانتم طيبين وداخل في الشتاء كمان. فمش هيجرى حاجه كده لما نجدد في الشقه كده بابسط الحاجات عشان نفرح عيالنا. يعني لو انت عندك نظام مثلا ممكن تغيري نظام الاوضه تغيري نظام الصاله. كشكلا يعني او تغيير في دخلة رمضان وكده. هنا بقى مسحت انا كنست ورا الكنبه كده. زقتها لبره كده ونفضت الشباك وزعفته. طبعا الستاره كنت لسه حاطاها معاكم. هي المفروض يتحط لها كمان ستاره شفون بس انا يعني عايزه احط لها ماسوره يعني في ماسوره ليها بس انا مش عارفه هي متشاله فين. عايزه ادور عليها واحطها لها عشان تبقى محطوطه تحتها طبعا. عشان هي شكلها كده مش حلو بس انا بقى ايه سايباها كده لغايه ان شاء الله ما الاقي الماسوره او احطها باذن الله على دخلة العيد باذن الله تعالى او اللي لقيتها في رمضان هركبها باذن الله. زي ما انتم شايفين مش تحتها تراب خالص هي حاجه بسيطه. ادام ايديكي في الشقه ان شاء الله مفيش تعب. احنا بنخلص قبل رمضان عشان نفوق كده ويبقى جسمنا مرتاح ومش تعبانين ولا مهلكين وفي طاقه للتراويح وطاقه للقران وطاقه لصلاه القيام ان شاء الله. وتعملي فطار بقى لعيالك
وتقدري تقفي على رجلك والكلام ده كله، لان احنا لو ما مرتحناش في دخلة رمضان هنتعب. يعني لازم تنظمي كمان يومك، مش كله مثلا في المطبخ، مش كله قدام التلفزيون، يعني ننظم يومنا، لان هو ده شهر غفران وعتق من النيران ان شاء الله. فلازم نقسم اليوم بتاعنا، مثلا خلصنا فطرنا، خلصنا عمايل غدا الفطار، نبتدي بقى نخش نصلي التراويح ونتسابق في القرآن ونختم المصحف مرة ومرتين في رمضان. يعني حاجة بسيطة. احنا ورانا ايه؟ احنا ممكن نمسك الموبايل نقعد عليه ساعة ماسكين التليفون ومش حاسين بالوقت، ولا ساعتين. لا، الموبايل القرآن طبعا أهم وأهم كتير، وكل ما تقرأ أي حرف فيه بتاخدي 10 حسنات. في رمضان بالذات الحسنات متضاعفة جامد جامد يا جماعة. بس كل سنة وانتم طيبين. أنا عملت روتين بسيط خالص في الأوضة دي معاكم، لأنها معمولة، يعني هعمل فيها ايه؟ مفيش حاجة تتعمل فيها أصلا. أنا لمعت الدواليب، الدولاب بتاعي لمعته والتسريحة، وما صورتش طبعا الحاجات دي. فوقفت بس ان انا لمع معاكم الاوضه كده ومسحتها بالبيليتول وكلور، وخلاص زي ما انتم شايفين السيراميك بيبرق اهوت. انا طبعا كنت ماسحه بس بلمع كده الاتجاه ده كده معاكم. ابني كان بيكلمني في الوقت دوت وانا عماله اتكلم معاه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ربنا يعيد عليكم بالخير يا رب، والصحه والعافيه لكل من بيشاهدني وكل عباده اجمعين. هبتدي بقى افرش معاكم السرير بقى، الملاية بتاعته وخلاص، ويبقى الاوضه دي خلصت. انا زي ما قلت لكم الشقه عندي رايقه جدا، لان انا اصلا يعني ما كنتش المفروض لو مثلا ما فيش يعني ما كانش دخل على رمضان كنت هسيب الفرش زي ما هو، طبعا لسه بدري. وطبعا في الشتاء ما بتمسحش كتير لان الشقه نظيفه. اسفه معلش، زوري عندي برد لسه ما راحش. بس فبقول لكم الشقه يعني مش محتاجه ان احنا نهدها، لان الشتاء اساسا كل معظم الستات البيوت دخلت الشتاء نضفت. فانا كلنا منضفين شققنا، فهيبقى دخلت رمضان ان شاء الله حاجه بسيطه باذن الله تعالى. معلش يا جماعه انا اسفه والله، صوتي البرد جامد قوي اليومين دول، وواحد واخد برد جامد الحمد لله. بس انا لمعت معاكم الاوضه اهي. انا حاطه في الميه زي ما قلت لكم كلور وديتول عشان تبقى ريحه الاوضه حلوه. ولو عندك معطر بقى حطي معطر كده على الدواليب وعلى السرير والحاجات دي، بتعمل ريحه حلوه في الاوضه. جبت ملايه نظيفه كده وفرشتها اهوت معاكم، وافرشها بقى كده، ومش مش هحط تاني مفارش قطيفه ولا حاجات من دي كده، مع ان الجو ابتدى يبرد تاني، يعني كان قلب حر فجأة كده. وطبعا احنا عارفين ان ده مش الصيف طبعا. رمضان اللي فات السنة اللي فاتت انا كنت بعمل معاكم روتين، كان الجو تلج تلج تلج، انا فاكراه. وزي ما قلت لكم رمضان بقى يجي بسرعة ما شاء الله، يعني سبحان الله ما فيش بركة خالص، الايام بتجري بسرعة جامد. فانا فاكرة رمضان اللي فات كنت بعمل معاكم برضو روتين في الأوضة دي، كانت تلج وانا بصور معاكم. فكنا في 4، احنا في دلوقتي في 3، والجو قلب حر، فمعنى ذلك ان ده تقلبات في الجو ان شاء الله يعني. ولسه بدري على الشتاء لما يخلص، يعني يوم ما يخلص هيخلص في اخر 4. فان شاء الله يعني يبتدي بقى ايه، ما نصيفش قوي يعني عشان عيالنا ما يتعبوش. وحتى لبس العيد ان شاء الله ممكن نجيبه خريفي ما يكونش صيفي، يعني عشان برضو الجو هيبقى برد. وانا فاكره برضو في العيد خدت بناتي وخرجنا، رجعنا من الخروجه بسبب السقعه، كانوا لابسين صيفي. وقعدوا يقولوا احنا سقعانين يا ماما سقعانين وكده. خرجت مشيت بيهم بسرعه على البيت وكده. فلازم بقى نجي نقي اللبس، نقيه خريفي بكمام، لان هيبقى سقعه جامد على الاطفال حرام. الدنيا هتبقى لسه برد، في هوا في سقعه. فاللهم المستعان يا رب. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يبلغكم رمضان والعيد والفرح كله ان شاء الله. دي اخر الاوضه معاكم ما شاء الله بقى كده ظبطتها. هي ناقصه بس، انا على فكره حطيت ملايه حلوه كده على الكنبه. ساعه النوم بحط لهم ملايه حلوه كده وخلاص، والبطانيه بتاعتهم لان الجو برد تلج في اوضتي. انا الاوضه بتاعتي هاديه خالص وبسيطه خالص، مفيش فيها اي تكليف، حاجه كده بسيطه. لسه هنا في ستاره ان شاء الله هحطها، والمروحه متلمعه وحاطه لها جراب، والاوضه نضفتها وحطيت لها معطر. وكل سنه وانتم طيبين. وكنت بعمل في اليوم ده عندي مقوره بتنجان من بالليل، حشيته، كان عندي ورق متخزن كرنب طلعته. هلف بقى كده حله المحشي دي وخلاص، ونتغدى. وكل سنه وانتم طيبين. هشوفكم بقى لسه في الروتين بتاع الصلاه بالصالون، طبعا برضو سهل خالص، هلمعها وازين الشقه معاكم ان شاء الله، وافرجكم على زينة رمضان كده، والشقه بعد ما الصلاه بعد ما اتفرشت ونطفت ان شاء الله. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ان شاء الله، يكون مشجع لكل ست بيت.
ويا رب دايما في فرح وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين، يعاد عليكم رمضان بالصحة والخير يا رب. وعتق من النيران يا رب، ومغفرة من الرحمن. وكل سنة وانتم طيبين. وده غدانا بقى النهاردة، هنتغدى محشي بتنجان، وكنت هسلق لحمة وحاجة كده ان شاء الله، كده خفيفة كده في الروتين، ان شاء الله يكون روتين خفيف كده. انا حاسة ان الروتين بتاع النهاردة مش كتير وما تقلتش فيه. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.